صباح الخير، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده الخميس، ده هيكون فطاري. هاخد واحد مافن بالموز، بس انا مش هشرب قهوه دلوقتي. اول ما صحيت شربت فنجان قهوه صغير قوي. بس على طبعا اثناء الصيام المتقطع الساعه دلوقتي 12. وان شاء الله ابقى اخد النسكافيه او القهوه في السناك. ده هيكون فطاري بس كده، لاني مش جعانه بصراحه. وان شاء الله نكمل يومنا ونشوف هناكل ايه بقيه اليوم. دلوقتي يا بنات الساعة 2، هاخد موزة، هي ده هيكون السناك بتاعي دلوقتي. وطبعا شربت مية كتير بين الوجبات. يعني بين السناك والفطار لازم تشربي مية كافية خلال الساعتين دول، مثلا مش أقل من 4 كوبايات. وطول اليوم برضو تشربي مية. أهم حاجة المية بتزود الحرق جدا، أكتر من الشاي الأخضر وأكتر من أي أعشاب. حاجة طبيعية وبتزود الحرق. وبعدين كمان إن لازم تشربي 3 لتر مية يوميا، مش اقل من كده، لان المية دي فوائدها حلوة جدا للبشرة والجسم كله وفي الحرق كمان. والناس اللي بتشرب مية كفاية اثناء التخسيس وبتخس براحتها، مش بيجيلها ترهلات ولا استريتش ماركس ولا اي حاجة، ولا جسمها بيترهل ولا اي حاجة خالص. فاكتر حاجة نهتم بيها يا جماعة اثناء التنظيم الاكل او عشان نخس، نظبط اكلنا، نشرب مية كفاية، نتحرك، ويعني نهتم بالاكل الصحي، وباذن الله نخس بصحة وعافية. ودلوقتي يا بنات الساعة 4:30، هاخد الغدا بتاعي. وجبة الغدا هيكون زي امبارح. انا قلت لكم امبارح ان انا عملت الحواوشي. طبعا الكمية كانت كتير عليا، لان انا بس اللي كنت هاكله. فهاخد النهاردة برضو حواوشي، ده نص رغيف. طبعا امبارح بصراحة شبعت جدا منه. وكنت واخده معاه خيار، بس دلوقتي بصراحه ما خدتش سلطه، يعني ممكن اخدها بعد كده كمان شويه. وهاخد معاها كام بطاطسايه كده من اللي احنا عملناهم. طعمها بصراحه ما يفرقش عن المقليه خالص. يعني لحد دلوقتي انا مش مصدقه بجد، حتى احسن كتير قوي من لما تحطيها على ورق زبده. لان تقريبا ورق الزبده المره اللي فاتت نشفها شويه. فكده احسن كتير. اتمنى ان انتوا تجربوها، واتمنى ان انتوا تروحوا تشوفوا فيديو البطاطس وفيديو الحواوشي، هيعجبكم جدا الطريقة. وتتفاعلوا معاهم عشان اقدم لكم كل جديد بإذن الله. بس هروح اتغدى ونكمل مع بعض. ودلوقتي الساعة 6:30، بعد الغدا بساعتين هاخد نسكافيه زي ما بعمله، او لاتيه. انا بعمله زي ما عملته معاكم قبل كده يا بنات كتير، بالوش ده بعمله في البرطمان. بحط عليه سكر دايت ولبن خالي الدسم، ممكن تحطي فانيليا، ممكن تحطي زنجبيل زي ما عملناه سوا. هتلاقوا طريقته هيعجبكم جدا. وعنوانه النسكافيه برغوة زي الكافيهات. هتلاقوه في الفيديوهات، بس اول ما تنزلوا يعني في الفيديوهات مقاطع الفيديو هتلاقوه. طريقته حلوة قوي وسهلة، وزي ما انتم شايفين كده عامل وش حلو جدا. بس ده هيكون السناك بتاعي دلوقتي. وعموما معلومة علشان الناس دايما اللي بتسأل على النسكافيه بيتخن ولا لا. النسكافيه مش بيتخن، النسكافيه سعراته قليلة لو بلاك او كان نسكافيه جولد، لكن اللي عليه اضافات مبيض وكافي ميت وكده هو ده اللي بيتخن. التلاتة في واحد والكابتشينو والحاجات دي كلها فنمنعها حاليا لانها مضرة كمان. حاجة ان شاء الله يا بنات، العشاء هيكون علبة زبادي. ممكن تاخدي اي حجم براحتك، لان الزبادي طبعا يعني سعراته معقولة، بس طبعا مش هتاخدي الحجم الكبير اللي خالص. انتوا عارفين العلبة الصغيرة دلوقتي بقت صغيرة جدا، هي معلقتين. فممكن تاخدي اكبر، او ممكن تاخدي يعني كوبايتين منها. بس وممكن تحطي عليه عصرة ليمون، وتاني وتالت ورابع قلتلكوا كتير جدا. الناس اللي عاوزة البطن تنزل لازم تهتم بالزبادي بليمون، علشان بجد هو حلو جدا للبطن. والنتيجة بإذن الله هتبان عليكي جدا بعد شهر. يعني ما تستعجليش دايما. الشخص اللي محتاج حاجة وعاوز يحصل على نتيجة لازم يصبر. وطبعا ممكن يبان عليكي من الأول خالص عادي جدا، بس لو عايزة نتيجة حلوة جدا ومرضية بعد شهر بإذن الله. ولازم تكوني برضو بتشربي مية كفاية، مش بس ان انتي تكوني بتاخدي زبادي بليمون. اتمنى ان يوم النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. مع السلامة.